الفيديو ده يمكن مختلف شويتين لانه هاخدكم معايا كده في رحله بعمل نوع من انواع السيستمز اللي اشتغلت عليها. هاخدكم معايا كده من اول الفكره، ازاي مشيت فيها، ازاي اصلا اكتشفت ان دي حاجه ممكن تكون مفيده. حاليا هي واحده من اكتر السيستمز اللي انا شايف ان هي مطلوبه جدا وهتبقى مطلوبه اكتر خلال السنين الجايه. لو انت صاحب شركه الفيديو ده هيكون مفيد جدا بالنسبه لك، لانك هتفهم ازاي تفكر في مشاكل كتيره جوه شركتك بالطريقه الجديده، استخدام الاي اي وكل الكلام ده. ولو انت شخص ليك علاقه بالشغل نفسه، لو انت انجينير، لو انت ليك علاقه بالاي اي، هتفهم ازاي تفرق ما بين فكره حلوه ممكن تفيد فيها فعلا شخص وشركه وعميل، او اصلا فكره انت شايف ان هي حلوه بس هي مالهاش علاقه قوي بالواقع بتاعك. تعالى كده اخدك من اول بقى رحله خالص. من حوالي شهرين كده بشكل ما لقيت ان في حاجه متكرره مع كذا عميل عندي، في عندهم مشاكل رهيبه في البيانات، في الداتا نفسها. البيانات دي بسببها كانت لما بنبني ايجنت بيبتدي يطلع حاجات هم عارفين ان هي مش صح، بس السيستم بتاعهم ما كانش ابديتد انف او ما كانش متحدث بشكل كافي على اساس ان هو يجمع كل البيانات دي. وكان في مشاكل كتيره في حاجات مكتوبه غلط، حاجات متكرره، حاجات مش موجوده اصلا، فايه حاجات بشكل كبير كانت عامله مشاكل في استخدامهم للاي اي او استخدامهم للايجنتس او بشكل كبير الاريا يعني او المكان ده يعني. وساعتها كذا كلاينت اتكلم معايا في كذا ميتنج وفهمنا البوينت وكده. فجيت كده بعد كده فكرت فيها انه ايه اللي هيحصل لو بنيت حاجه بشكل ما تاخد بالها من البيانات بتاعه كل شركه او بتاعه كل عميل بشكل دوري اول باول. يعني رقم واحد يكون في شغل كبير ان هي تنظف كل البيانات القديمه، وفي نفس الوقت تكون از سيستم او از امبلوي او از موظف مثلا موجود بينظف كل بيانات داخله جديده بالحرف. كل حاجه داخله جديده لازم يكون متابعه مثلا من عليه. عشان كده طبعا فاست فورورد او يعني اللي حصل قدام انه عملت الحاجه دي، جربتها على العميل، والنتيجه كانت مختلفه اطلاقا على توقعاتها اطلاقا. انا كنت بفكر في حاجه قد كده، طلعت حاجه قد كده. القصه اصلا ابتدت من الاول ان كان في عميل انا شغال معاه بشكل دوري، بيحصل كتير، بنعمل كذا ميتنج، بنقعد مع بعض وكل الكلام ده. والفكره ان السيستم ابتدى يطلع رقم مختلف عن اللي هو كان عارف ان هو موجود اصلا في الداتا. الفكره ان انا مقتنع ان لا، احنا بنيناه بالشكل الصح، مكتوب على السيستم الصح، الفريم ورك صح، الكود صح، الكونتكست صح، كل حاجه صح. اوكي، فكان في دايما كده في حاجه غريبه بتحصل. الفكره بقى ان احنا لما قعدنا مع التيم وابتدينا نراجع كل تفصيله، اكتشفنا ان الاثنين كانوا صح، ان الايجنت كان صح زي ما توقعت، والسي او الفريق اصلا نفسه كان صح. لان في حاجه في السيستم كانت مكتوبه مرتين، كان في بيانات داخله اصلا للعميل، وبعد كده جه حد ثاني من التيم دخل نفس البيانات تاني ولكن لعميل تاني باسم شركه ثانيه. فلما طلعت النتيجه طلعت بشكل متكرر، فحصلت المشكله دي. في الاول خالص فكرت اوكي، طب ما تيجي نبني سيستم يبتدي ينظف كل البيانات القديمه ويبتدي يراجع عليها، او حتى من غير ما نبني حاجه ونتعب نفسنا، لان دي مش مشكله كبيره قوي. ساعتها كنت بفكر كده، لما نخلي التيم نفسه يقعد فتره زي اي شركه ما هتعمل، يبتدي ينظف البيانات دي، تبقى فتره انتنس في الشركه ويبتدي يشتغل عليها. بعد كده بقى وانا قاعد افكر مع المانجر شفت انه دي مش هتحل المشكله كلها، دي هتحل نسبه كبيره من المشكله. ان كل حاجه قديمه خلاص اتنضفت، ولكن اللي هيحصل في الجديد بعد اسبوع تاني الدوشه دي هترجع تاني، والحاجات المتكرره هترجع تاني تتكرر، والاسامي او الايميلات اللي كانت ناقصه والملفات اللي كانت ناقصه هترجع تاني تنقص تاني. فانت تخيل كل شهر لو محتاج تعمل نفس البروسيس، فبقى اسبوع كامل من فريقك بينسى كل شغله ويركز في الحاجه دي. فده لا اما انت هتجيب فريق جديد ففي فلوس وفي تكلفه عليك، لا اما الفريق القديم بتاعك هيبتدي يعطل الشغل بسبب ان هو يعمل حاجه زي كده. طب ليه ما نبنيش سيستم او اي اي يبتدي هو ياخد باله من البيانات دي، وكل فتره يبتدي يعمل عليها تنظيف، يبتدي يعمل عليها سكادجولينج، ده غير ان هو قاعد كطبقه حمايه ان مفيش حاجه تخش غلط. ودلوقتي بسبب فكره صغيره وبسبب غلطه صغيره لقيناها في سيستم صغير، العميل ده وكذا عميل تاني اللي انا بشتغل معاهم بقى عندهم سيستم بيراجع كل حاجه داخله في بياناتهم، ومحدش فيهم ولا قلقان دلوقتي من اللي بيحصل في البيانات. واي ايجنت او اي حاجه بنبنيها عارفين ان هي هتطلع البيانات الصح، لان الداتا والكور نفسه بتاع الشركه متظبط خلاص دلوقتي وبقى ابديتد، بقى ما فيهوش غلطات، بقى في حاجه بتحميه. وعشان كده اصلا انا فكرت اعمل الفيديو ده هياخدك من اول ستراكشر، من اول سكراتش انا رسمته لشكل السيستم لحد ما بنيت طورت، وبعد كده خدنا فيدباك، وبعد كده ابتدينا نطور تاني، وكذلك نفس اللوب ولحد ما السيستم ده واقف عليه دلوقتي. وعشان كده كالعاده عايزك تجيب كوبايه قهوه حلوه قوي، لان الفيديو ده مش تعليمي قوي على قد ما هو مسلي شويه عشان تفهم البروسيس نفسها اصلا بتمشي ازاي لو انت شخص بيبني او انت شخص ليك شركه. حلو قوي. دول الاربع مراحل اللي انا مشيت عليهم عشان اوصل
حاجه كانت مجرد مشكله اصلا في سيستم او كانت اصلا فكره صغيره لسيستم كامل اكبر الشركات اللي احنا بنشتغل معاهم دلوقتي ما يقدروش يستغنوا عنه. والفيديو ده هيعلمك بالظبط لو انت شخص صاحب فكره، لو انت شخص اصلا بتبني حاجه، ازاي تطلع كل ستيج. عشان صدقني ما تبنيش حاجه او تنط من الستيج الاولى للستيج الرابعه من غير ما تعدي بكل اللي في النص، فتبتدي تفهم ان لا، ممكن تكونش دي مناسبه اصلا، او دي مش مشكله اصلا، او المشكله دي في دماغك انت بس. تعال نبتدي باول حاجه. اول كونسبت اصلا في حل اي مشكله هو الفكره، الايديا نفسها. او عشان تفهم فكرتك اصلا مفيده ولا مش مفيده، هو هل النظام ده او الفكره دي بتحل مشكله معينه ولا لا، بتحل مشكله حقيقيه اصلا ولا لا. وتبتدي تسال نفسك اسئله مهمه قوي. هي المشكله دي اصلا في الواقع او في الحياه الواقعيه بتاخد وقت قد ايه، بتاخد مجهود قد ايه، مثلا لو شخص عادي هيشتغل عليها، وممكن اصلا تاخد مصاريف وتكلفه على الشركه ولا لا. يعني اصلا المشكله دي لا اما بتنزف الشركه فلوس او تكلفه اكتر، او حتى عشان يحلوها هيضطروا ان هم يدفعوا تكلفه ولا لا. افهم كل الاسئله دي كويس قوي. عشان كده صدقني دي اهم نقطه في كل السيستم. لو انت شخص بيبني، قبل ما تكتب سطر كود واحد اسال الاسئله دي كويس قوي. صدقني كميه الافكار اللي اتبنت وعظيمه وبتعمل حاجات ما حصلتش في الكون بس مش بتحل مشكله فمحدش محتاجها، وممكن استخدمها بنوع من انواع المتعه ولكن مش نوع من انواع خالص الاحتياجيه، فمش هتبني ومش هتكمل ومحدش يحتاجها تقريبا في المستقبل. لان ساعات كتير بتبقى المشكله في دماغك انت بس، مش في الحياه الواقعيه. محدش بيعاني منها ومحدش قرر او حتى فكر ان هو يحلها، لانها بتعدي كده ملهاش اصلا اي تاثير كبير على الشركات. بالظبط كده، زي مثلا لو انت عندك اوضه وانت طول عمرك شايفها ضيقه عليك، بس لو طلعت بره كده شويه وبصيت على الصوره الكامله ورتبت اوضتك هتلاقي ان هي وسعت مره واحده. فالمشكله ما كانتش في حجم الاوضه، المشكله كانت في الترتيب اللي جوه الاوضه. انت كان ممكن تحل المشكله غلط اصلا، توسع الاوضه وتكركبها تاني فترجع تاني نفس المشكله. بنقصد ايه؟ ده الكونسبت نفسه. وبعد ما تعمل كل الدايجنوز ده وبعد ما تعمل كل التحليل ده، بص على الميزان بتاعك. لقيت فعلا كميه المشاكل اللي موجوده والوقت والمجهود والفلوس والتكاليف اللي هتصرفها، هل هي فعلا قد الحاجات اللي انت هتحطها عشان تبني السيستم ده ولا لا؟ فكر فيها. هل المشاكل والبين بوينت زي ما احنا بنقول، او يعني النقاط اللي العميل او الشركه دي بيعانوا منها فعلا تقيله لدرجه ان هي هتاخد منك مجهود ووقت انك تبني النظام ده، ولا فعلا ما تستاهلش؟ لو الميزان عمل كده خلاص دوس. لو الميزان لسه كده او صدقني حتى متساويين مع بعض، فكر فيها كويس قوي، فكر فيها كويس قوي قبل ما تبنيها. وعشان كده دايما بقول فكر في المشاكل من ناحيتين. فكر من الناحيه اللي احنا قلناها من شويه، ناحيه الشركه نفسها، البين بوينتس وايه البروبلمز. وعشان كده في حالتي انا لما ابتديت افكر في النظام نفسه، فكرت في ايه المشاكل اللي ممكن اصلا تتحل جوه النظام. يعني بعد ما قررت وفهمت لا ان دي مشكله كبيره تاخد وقت ومجهود وتكلفه زي ما احنا قلنا قبل كده، حلو بقى، ابتديت ارسم الشكل المبدئي بتاع السيستم، شكل من غير اي تكنيكال خالص، شكل عشوائي جدا، شكل هوريكم الورقه، مش عارف تبقى باينه هنا في الكاميرا ولا لا. اي هوب تكون باينه. شايف ده شكل الاستراكشر الحقيقي للسيستم. وعلى فكره يعني ده سكراتش واحد من مثلا من 3 4 ورقات ممكن تكتبهم. لازم تفهم نظام ونظام المفروض يشتغل ازاي، يعني توصل بايه، الليفلز بتاعت كل نظام لو انت هتطور فيه. اوكي، لو انتوا اصلا عايزين فيديو، يعني انا ممكن اعمل لكم فيديو كامل عن الحوار ده، عن ازاي اصلا تفكر بشكل صح قبل ما تعمل اي سيستم، تفكر فيه ازاي ولازم تشتغل بيه ازاي وكل الكلام ده. ولكن ده تقدر تقول عليه كبدايه. فانت خليك فاهم ان انت لازم تكتب، لازم تفهم، لازم قبل ما تكتب سطر كود واحد اكتب بايدك، شخبط زي معلم زي ما انت عايز، بس اكتب الاول هل هو ليه فايده ولا ملوش بس. وماشي نكمل زي ما احنا كنا ماشيين. الافكار اللي انا فكرت فيها انه ايه المشاكل اللي ممكن تتحل اصلا جوه الداتا، وده على فكره شكل مبدئي طلع من دماغي انا بس. اول حاجه قلتها ان اكيد في معلومات ناقصه مثلا في البيانات، في الاسم، في الايميل، وات ايفر. والحاجه الثانيه في معلومات هتبقى متشابهه، وده الحاله اللي احنا شفناها. مثلا في معلومات هتبقى انا دخلت البيانات دي وجي حد تاني من التيم دخلها، فاحنا الاثنين كده حاطين بيانات لنفس البني ادم او نفس السيستم مثلا، فده غلط. وفي معلومات هتبقى اصلا مكتوبه بشكل غلط. عايزك بس تفهم حاجه، ان كل مشكله فيهم حلها اصلا مختلف خالص. يعني البيانات الناقصه ممكن تكملها من ملفات مثلا اساسيه بتاعت العميل ده. البيانات المتشابهه هتبتدي تخش في سؤال معين، طب حلو اختار انهي واحده فيهم. طب البيانات بقى المكتوبه غلط هتلاقي نفسك طب حلو مكتوبه غلط انا هصححها منين؟ يعني انا اعرف ايه المعلومه عشان اصححها. فانت تلاقي ان كل مشكله ليها اصلا سؤال لوحده اساسا. وتاني خطوه المفروض تمشي عليها هي البيلد نفسه، انك تبتدي تحط اول سطر كود، تبتدي تحط اول بلوك او اول طوبه في البيت اللي انت عايز تبنيه ده.
اوكي، عشان تحط الطوبه دي في المكان الصح محتاج تفهم عميل صح. عشان كده واحده من اصلا اكتر الحاجات اللي انا بحب اشتغل بيها انه انا ما عنديش كونسبت اللي هو وان تايم بروجكت او اللي هو بروجكت وبعد كده خلاص انا في مكان والعميل في مكان. اي عميل بشتغل معاه، اي حد احنا اصلا بشكل عام بنشتغل معاه هو عباره عن بارتنرز، احنا شركاء في الحاجه دي، احنا شركاء في ان احنا ناخد الشركه بتاعتك ونحولها للاي اي ترانسفورميشن. فاحنا دايما بنشوف نفسنا از اي اي بارتنر لاي شركه بنشتغل معاها. فعشان كده بسبب ده احنا عارفين مشاكل كل شركه وعارفين وعايشين جوه التيم وعايشين جوه الشركه وعايشين جوه البروسيس. فلما مشكله زي دي تحصل انا في ثانيه جه في دماغي 3 4 عملاء احنا شغالين معاهم عندهم نفس المشكله دي واحنا عارفينهم عندهم نفس المشكله دي. فكلمت واحد فيهم وقلت له اوكي انا عندي الفكره دي بفكر ابنيها، لو انت تمام بالنسبه لك هنبتدي نشتغل مع بعض على السيستم ده عندك. وده بالفعل اللي حصل. لما قعدت مع الكلاينت هو كان مرحب جدا بالفكره. فده الكونسبت، انه اول ما تفكر في الفكره وتلاقي ان فعلا في نيد ليها في الماركت، شوف العملاء بتاعتك لما تكون ليهم علاقه كبيره بيك ولما تكون ليهم علاقه فعلا مخلياك عارف ايه المشاكل اللي جوه الشركه، بتخليك تطلع بافكار لوحدك تروح تقول لهم اوكي انا عندي الفكره دي هتحل لكم المشكله دي. العميل ما جاليش، العميل ما قاليش انا عندي مشكله معينه، العميل ما قاليش تعالى حلها لي ولا ابني لي سيستم عامل كذا وكذا وكذا. لا، انت لوحدك لازم تكون قريب من العملاء بتوعك، ما تعاملهمش كانهم عملاء اصلا، هم شركاء ليك. دايما خليك فاكر في ده ان هم شركاء ليك او انت شريك ليهم في انك تساعدهم يتحولوا للتكنولوجيا الجديده. فعشان كده لازم انت تطلع بافكار مختلفه. اوكي تمام. فتاني خطوه انك تبتدي تبني النظام عند اي حد عميل ليك. وعشان كده دايما بفكر وانت بتبني اي حاجه ما تبنيش الاند برودكت، ما تبنيش اعظم فكره في دماغك، ابني البيزكس، ابني ابسط شكل وابسط نسخه للسيستم ده. ابتدي مثلا زي ما احنا الحاجات اللي احنا هنقولها مثلا تعالى نقول ان السيستم اول حاجه ليه ان هو يبتدي يصلح الاختلاف في اللغه. يعني لو اسم واحد مكتوب بلغتين مختلفين يا سيدي صلحها. لو في ايميل ناقص فيه حرف واحد، يعني مثلا الجيميل مكتوبه غلط ناقصها الاي مثلا، اللي انت مش فاهمه ان مشكله عبيطه زي دي ممكن تخلي اي كوميونيكيشن ما بين التيم وما بين العميل ده او يعني الشركه اللي عندهم دي، لانه الايميل هيفضل يعمل فيلير وهم مش عارفين هو بيفيل ليه، او حتى فاكرين انه الايميل اصلا بيتبعت والمعلومات بتوصل للشركه والشركه اللي هناك مش بيوصل لها اي حاجه لان الايميل مكتوب غلط. فاهم الكونسيبت؟ ان ابسط المشاكل ده اللي هتخليك تبتدي تتحرك في النظام وتشوف له نتيجه، وفي نفس الوقت تبتدي تفهم ان ابسط المشاكل دي اصلا هي مشكله في حد ذاتها لازم تتصلح برضه. فاهمني؟ يعني ما تفكرش في انك هتغير العالم قبل حتى ما تغير الاوضه اللي انت قاعد فيها. ابتدي مثلا بالاوضه، بعد كده الشقه، بعد كده المدينه، بعد كده الدوله، بعد كده يا سيدي العالم، عيش حياتك يعني عادي. فاهمني اقصد ايه؟ فابتدي بالبيزكس. ثالث خطوه الفيدباك. محدش متخيل اهميه الخطوه دي يا جدعان. اهميه الفيدباك اللي بتاخده من التيم بتاع الحاجه دي رهيب. يعني مثلا انت بنيت تول او اداه في الاي اي بتساعد السيلز، اول حاجه المفروض تفكر فيها انزل ادي التول دي لحد فاهم في السيلز وخليه يجربها فتره وبعد كده خد فيدباك. الفيدباك ده اللي هيخليك تتحول من انجينير كل اللي انت فاهمه هو الكود لبني ادم بيفهم في الحاجه دي. اديه البني ادم فعلا بيفهم في السيلز، قول له خد جرب. في حالتنا ان احنا ادينا للتيم الحاجه دي وقلنا له جربه. ودي واحده من اهم الخطوات اللي بعملها مع اي شركه بشتغل معاها، انه اي سيستم بيطلع له بروتوتايب الاول، ده بنسميها الفيدباك او اللي هي تيستنج فيز. ده اول ما بيطلع فيدباك بنديه للتيم المتخصص او المسؤول عن التول دي، يقول له اتفضل جرب، ونديله براحته، ممكن ياخد اسبوع ممكن ياخد شهر على حسب الاداء وعلى حسب البروسيس. وبعد كده بنرجع ناخد الفيدباك ده بيخلينا نعدل حاجات عمرنا ما كنا واخدين بالنا منها اصلا، بس السيلز تيم او التيم المسؤول فاهم ان ده موجود ولازم يتصلح. عشان كده حاجه بعملها دايما انك لازم تسمع بنفسك، لازم تقعد مع التيم نفسه في الميتنج وتفهم. مفيش حاجه اسمها معلش روح انت هات لي فيدباك في PDF وهاتهولي. طب ما انت ممكن التيم يقول لك في مشكله في كذا كذا، انت تفهمه لا دي مش مشكله، هي دي مشكله واحده مش اتنين. ممكن تقول لك ان دي حاجه بتحصل مش لاقي لها حل، تقول ايه طب انا ممكن اضيفها لكم واحلها لكم. لازم تقعد تاني، بقولها لك تاني، لازم تقعد مع التيم بتاع الشركه بتاعتك، ما تتكسفش، ما تتحركش، ما تكسلش، ما تقولش لا هات لي فيدباك يا عم وانا هصلح لك، انا مجرد واحد بيفهم في الكود ما يفهمش مثلا في ازاي اتعامل مع حد. لا طبعا لازم تكون بني ادم بيعرف يتكلم مع مجموعه كبيره من الناس، ولازم تكون بني ادم بيعرف يكود تيم، لانك في البروجكت ده انت المانجر وانت يعني الليدر بتاع التيم، انت اللي هتقول لهم هنمشي كده وهنمشي كده. فاقعد معاهم، اقعد في الميتنج، اقعد مع التيم، اسمع ارائهم، اسمع اللي مش هيتصلح واسمع اللي هيتصلح، اقترح، زقهم، وجههم صح.
ده الكونسيبت. فعشان كده دايما بقول لك حاجتين، وغير كده في حاجتين مهمين قوي. اول حاجه اكتب، يعني اكتب كل تفصيله وانت قاعد في الميتنج. اقل تفصيله ممكن تتحول لفيتشر او خاصيه جديده في الاي اي ايجنت ده تخليه يغير حياه الشركه دي كلها مجرد تفصيله واحده التيم ده قالها. فانت اكتب كل حاجه، خد كل التفاصيل، بعد كده راجعها يا سيدي. لقيت اللي مش مهم خلاص مش مهم، ولقيت المهم مهم وهيتعمل. تاني تفصيله واحده ممكن يقولها التيم، المانجر ما ياخدش باله منها، التيم ما ياخدش باله منها، بس انت تاخد بالك منها عشان قاعد معاهم وتقول طب انا ممكن اعمل كذا يصلح لكم المشكله دي، وتوفر كل الحاجات دي على الشركه. السيستم يتحول من ان هو مجرد حاجه صغيره عندهم بتساعد لحاجه ما يقدرش يستغنوا عنها ولا يقدروا يستغنوا عنها. وثالث حاجه اللي صدقني هفضل اعلم عليها على طول، اوعى تخاف من الفيدباك. يعني اوعى تخاف من ان حد يجي يقول لك السيستم بتاعك فيه مشكله. فكره انك خايف ان حد ينتقد السيستم بتاعك مخلياك متكتف انك تطوره، انت عمره ما هيتطور. فكر فيها بالشكل ده، طول ما انت خايف حد يقول لك حاجه وحشه في السيستم اللي انت بنيته وتعبت فيه، طول ما هو عمره ما هيتطور، ولا انت عمر ما هيبقى عندك نظره مختلفه للحاجه اللي انت بتبنيها، هي نظرتك وخلاص قفلت على كده. فاوعى اوعى اوعى تخاف ان حد يقول لك حاجه وحشه في السيستم بتاعك. بالعكس، شجع اي تيم وشجع اي صاحب شركه وشجع اي كلاينت انت بتشتغل معاه، قول له طلع لي عيب في السيستم. هو هيطلع عيب انت هتصلحه، فدلوقتي السيستم بقى مجرد حلو لعظيم. عايز تفهم بس الكونسيبت ده، كل فيدباك هو حاجه بتخلي الشخص يلبس او ان هو يفت او يفصل السيستم بتاعك على مقاسه. وطول ما انت بتعمل كده، طول ما هو مرتاح وهو لابس السيستم بتاعك وهو مرتاح فيه ومرتاح من اللي انت عملته له، وعمره ما يعرف يسيبك ولا يعرف يسيب السيستم بتاعك عشان انت فصلت له الحاجه دي على مقاسه. ودايما انا بعمل كده، دايما مع اي شركه، فصل السيستم على مقاس الفيدباك بتاع الشركه والتيم اللي جوه الشركه. ما تعملش الحاجه على مزاجك، ما تعملش الحاجه اللي انت تقول لا هو السيستم بيشتغل كده، ده اخره وده اخري ومش هعمل كده تاني. لا طبعا، اعمل سيستم از بيزك بيصلح حاجات معينه انتوا متفقين عليها، وبعد كده خد الفيدباك، ومن خلال الفيدباك ده طور في السيستم وطور في نفسك يا سيدي، في طريقه تفكيرك حتى. وتاني حاجه، اوعى تخوف اللي قدامك، اوعى تقول للتيم ما السيستم بتاعه ما فيهوش غلطه ما بيغلطش ومش عارف ايه، فهم يبقوا خايفين يقول لك فيدباك، فيبقوا واخدين سيستم هم عارفين ان فيه 3 4 حاجات مضايقاهم قوي، بس هم مش عايزين يقولوا لك عشان انت مثلا شخص مش متقبل الفيدباك. اوعى، مانجر، تيم، كلاينت صغير، كلاينت كبير، ايا كان، اوعى تخوف اللي قدامك ان هو يقول لك فيدباك. خليك فاكر الجمله دي كويس قوي، دي من اهم الحاجات اللي ممكن تتعلمها في البيل ده كله اصلا. رابع حاجه هي الامبروفمنت نفسه، هو انك ازاي السيستم اللي كان مجرد شويه بلوكس وشويه طوب كده فوق بعضه يتحول لبيت، يتحول لشيب، يتحول لحاجه فعلا ليها معنى وليها قيمه جوه الشركه دي. وعشان كده دايما بقول ما تتكبرش على اي امبروفمنت، يعني مهما كان التطوير اللي انت تعمله في السيستم ده صغير او كبير اعمله، لان الصغير دي ممكن تكون عباره عن ان التيم عايز الشانل معينه يتواصل بيها. يعني مثلا لو التيم ده بيتواصل على واتساب او تليجرام او مايكروسوفت تيمز او ورك سبيس بتاع جوجل مثلا، وانت سيستم بنيه اصلا في العادي بيشتغل بتليجرام، يا عم اعمل لهم التغيير ده، اعمل لهم الامبروفمنت ده، لان ده هيخليهم يستخدموا نفس الحاجه اللي بيستخدموها في العادي، فمش هيتضايقوا مش هيكونوا زعلانين. ما نكبرش على الامبروفمنت. فعشان كده في حالتنا اصلا ممكن تبقى الكوميونيكيشن نفسه مع التيم عامل ازاي، طوروا الفيلد نفسه. يعني مثلا دي واحده من الحاجات الكبيره، ان السيستم مثلا بيشتغل في حاجات معينه جوه الداتا. في الحياه الواقعيه اقول لكم بالظبط اللي حصل، السيستم في الاول كان بيركز على الكاستمرز بس، يعني الكلاينت ده او الشركه دي عندها كاستمرز، هو كان مهمته انه ينظف كل البيانات بتاعه الكاستمرز او الريكوردز. دلوقتي السيستم بقى فيه اكتر من 4 و5 فيلدز، في فيندرز وفي الكاستمرز وفي امبلويز نفسهم، لو في معلومات ناقصه او متكرره او غلط في الامبلويز نفسهم اللي جوه الشركه، يعني الشركه بتتعامل مع كذا امبلوي وكذا موظف، بقت بتنظف بيانات الموظفين وتتاكد. مثلا واحده من الحاجات البسيطه، تتاكد ان بعض الموظفين الورق بتاعهم مش اكسبايرد. في موظفين مثلا من الخارج عندهم فيزا، وعندهم الفيزا دي لو اكسبايرد الشركه بتتحمل تكاليف، فبدل ما تحمل نفس التكاليف السيستم بياخد باله ان لو في فيزا او في حاجه هتكسباير قدام هيبعت لك ريبورت او حتى نوتيفاي يقول لك ان في كلاينت او سوري في موظف عندك هيبتدي الفيزا بتاعته هتنتهي مثلا، فمعلش روح طورها. فده اللي احنا بنقوله النيو فيلد. انا بقول لك ده في الحياه الواقعيه، السيستم اللي ابتدى بفيلد واحد وبفكره واحده دلوقتي بقى 4 أو 5 فيلدز، كميه الحاجات اللي بيصلحها، كميه البيانات اللي بيحدثها. دلوقتي اقول لك الحياه الواقعيه، السيستم شغال مع اكبر الشركات، بقى دلوقتي بيقدر يقرا بي دي افس ويروح يصلح البيانات بنفسه. يعني مثلا لو في شركه او كاستمر عنده نقص في بيانات معينه، بيروح الملفات بتاعته اللي قدمها البي دي اف او الدوكيومنتس
وياخد منها البيانات دي ويصلحها. ولو في بيانات ناقصه بيبعت ايميلات للشركات دي يقول لهم البيانات دي ناقصه معلش زودوها لي، ولما العميل ده يرد عليه بياخد البيانات ويروح يحدثها لوحده. انت واخد بالك من الموضوع اتطور ازاي؟ ودلوقتي بيقدر ينوتيفاي التيم مع اكتر من 3 4 تشانلز، بعد ما كانت شانل واحده بس، بعد ما كان تليجرام بس بقى تليجرام، مايكروسوفت تيمز، وكذا حته في جوجل وكذلك. وزي ما قلت بدل ما كان فيلد واحد زي الكاستمرز بقى 4 و5 فيلدز، الامبلوي والفندر والستوك. لو في مشاكل في الستوك او في البرودكت نفسه بيبتدي يملى البيانات دي ويبتدي يحدثها، ويبتدي اي برودكت يتغير بياناته بشكل ما او سعره لوحده بيحدثه. فمن الاخر انت بقى عندك تيم كامل مسؤول عن داتا بس، يحدثها، يظبطها، يعدلها، يروح يجيب بيانات الحقيقيه او الناقصه ويرجع تاني يملاها لك، يتواصل مع العملاء عشان يجيب بيانات ويروح مرجعها لك تاني. السيستم اللي ابتدى كده بقى من اكبر واهم السيستمز اللي اكبر الشركات اللي احنا بنشتغل معاها بيطلبوها ومحتاجينها. وصدقني لو انت شركه هتفهم قوي اهميه الداتا اللي عندك تكون بتتنظم 24 ساعه من غير ما انت تمد ايدك في حاجه. وده كان اول امبروفمنت. وبعد كده التاني جه ان احنا عايزين ريبورت يتبعت كل اسبوع للمانجر عشان يفهم الداتا بتاعته بيحصل فيها ايه او ايه اصلا اللي بيتغير فيها وكذلك. وكل تطوير بيجي بعديه فيدباك، والفيدباك ده بيوريك حتت تانيه تطور فيها وكذلك وكذلك وكذلك. هي لوب، وما ينفعش ابدا تخاف تتكسف او حتى ما تديش المساحه للتيم او الشركه او العميل ده ان هو يعمل اللوب دي. اديله راحته في الفيدباك، لان كل فيدباك هيدي امبروفمنت، فتبقى انت بتطور بناء عن افكارك واحلامك، وفي نفس الوقت بناء عن احتياجات العميل بتاعك. صدقني دي من اعظم الحاجات اللي ممكن تعملها. ودلوقتي لو انت فاكر نفس السي او اللي احنا قعدنا معاه في الاول ده، واللي ما كانش عارف اصلا الارقام اللي بتطلع دي حقيقيه ولا مش حقيقيه، دلوقتي هو بقى عنده سيستم كامل زيه زي واحده من اكبر الشركات، يبتدي يراجع معاه كل الشركه، يبتدي يراجع معاه كل حاجه، ويبتدي يحدث بياناته، مفيش حاجه بتخش غلط، اي حاجه قديمه اصلا صلحت من بدري. عشان كده دول الفور ستيجز او الاربع خطوات اللي انت مفروض تمشي عليهم لو بجد عايز تبني حاجه ليها معنى، لو بجد اللي انت عايز تبنيه ده يكون بيفرق في حياه شركات او بيفرق في حياه العميل بتاعك، وبجد بتحل له مشكله، مش مجرد جوب او مجرد بروجكت اشتغلت معاه وبعد كده مش همك هو يشتغل ازاي او هو ينجح ولا ما ينجحش. صدقني دي من اعظم الحاجات اللي ممكن تعملها. ولو انت اصلا بتتفرج وحسيت ان الكلام ده قريب منك او قريب من شركتك، مش عايزك تفكر فيه على اساس موضوع كبير وتبتدي تخاف منه. الموضوع بسيط جدا عشان نقدر نساعدك. تحت في الديسكربشن هتلاقي لينك، هو عباره عن استشاره مجانيه اصلا، هتخش تتكلم معانا كلام عادي جدا، هنقعد ندردش مع بعض شويه، نفهم هل انت فعلا عندك مشكله دي في شركتك، هل انت عندك مشكله ببياناتك، هل انت عندك جاب كبيره محتاجه تتصلح اصلا، اذا كان ليها علاقه بالبيانات او اصلا اي مشكله في شركتك او اي حاجه انت عايز تشوف هل انت اصلا ممكن يبقى عندك opportunity او عندك فرص ممكن تحط فيها الاي اي، ممكن تحط فيها التكنولوجيا الجديده، ممكن تبني ايجنت يحلها لك، ممكن تبني حتى سيمبل اوتوميشن ممكن اصلا يمشي لك البروسيس دي من غير ما تحتاج شخص اصلا. ومن خلال الكول دي هنفهم مع بعض هل احنا اصلا نقدر نساعد ولا لا. في الديسكربشن هتلاقي اللينك ده، دوس عليه، وفعلا فعلا ما تستناش انك تبتدي تطور حاجه جوه شركتك. وبس كده احنا خلصنا الفيديو ده كله موجه لحاجتين. لو انت صاحب شركه افهم ان ده حقك انك تطلب فيدباك، وحقك انك تفصل السيستم على مقاس شركتك، لان كل سيستم لازم يمشي بالشكل وبالطريقه وبالبروسيس اللي شركتك شغاله عليها. ولو انت شخص بيبني انجينير او اي اي انجينير او حتى شخص بسيط بيعمل حاجات لشركات، ابعد عن فكره ان انت تكون شخص بيبني سيستم لشركه وبيمشي ولا همه الشركه ولا همه العميل ولا همه اصلا هما بيحسوا بايه. خليك شريك للعملاء بتوعك. طول ما انت شريك طول ما هم هيثقوا فيك اكتر، هتفهم مشاكل الشركه والمعاناه بتاعتها، وايه اللي بيتضايق منه التيم، وايه اللي بيتضايق منه المانجر، وايه الحلو وايه الوحش في الشركه. فلما تبني سيستم هيبقى فعلا بيفيد، هيبقى فعلا بيحل مشكله، ومش هيبقى مجرد فكره في دماغك، وفي نفس الوقت هم هيثقوا فيك اكتر ان هم يطبقوا السيستم ده عندهم. صدقني مفيش اعظم من ان انت تبني حاجه فعلا بتحل مشكله وفعلا بتارجت ماركت معين. عشان كده ابعد عن فكره انك تبني سيستم وتمشي، خليك دايما شريك اللي بيثقوا فيه في التكنيكال سبورت، اللي بيثقوا فيه لما يقولوا ان لو في مشكله عندنا انا عارف هروح لمين كويس قوي يقدر يحلها لي، عشان تبقى فعلا البارتنر او الشريك بتاع العميل بتاعك. اوعى ابدا 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 تبعد دي من دماغك، خليك دايما البارتنر اللي بيثقوا فيه. وبس كده، اتمنى لو انت صاحب شركه فهمت البروسيس اصلا بتمشي ازاي، ولو انت شخص بيبني او عايز تبني حاجه تفهم انك عمرك ما تطلع من الفور ستيجز دول. عايز تزود عليهم حاجه زود، ولكن دول اهم 4 عناصر تمشي فيهم وانت بتبني اي حاجه عشان تبني حاجه فعلا ليها معنى وبتساعد حد. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامه.